أعرف واحدة كل ما حد حواليها ينجح لازم تعلق. واحدة جابت مجموع عالي تقول أكيد غشت. واحد بدأ مشروع نشوف هيقعد كام يوم. صاحبتنا جابت عربية جديدة، هي شايفة نفسها ليه؟ دي مستعملة أصلا. ما كانتش بتقدر تشوف حد مبسوط إلا لو هي السبب. كنت دايما بسأل نفسي ليه، لحد ما فهمت الشخصية دي مش شريرة ولا حاقدة زي ما كنت فاكرة. هي ببساطة مريضة بالنقص. مريض النقص مش شخص ضعيف جسديا، لكنه موجوع نفسيا. جواه صوت بيقوله طول الوقت انت اقل، انت مش كفاية. بيحاول ان هو يسكت الصوت ده بانه يقلل من اللي حواليه. بيحاول يثبت لنفسه ان احسن، مش عن طريق نجاح ولكن عن طريق الهدم. كأنه بيقول للعالم انا مش صغير، شوف انا قادر اخلي الكبار يبانوا صغار قدامي. ازاي تعرف ان اللي معاك ده مريض بالنقص؟ اول حاجة هتلاحظ عليه ان هو دايما بيقارن نفسه بالناس بكل حاجة. النجاح عنده مش فرحة، النجاح خطر، لازم يقلله. لو شافك ناجح بيضحك بس عينيه كلها غيرة. لو شافك مبسوط بيحاول دايما يفكرك بأي حاجة تزعلك وتنكد عليك عيشتك. هتلاقيه دايما بيحب يظهر عيوب الناس حتى لو ملهاش لازمة. بيحس ان الاضاءة اللي عليك لازم تطفي عشان هو يبان. ساعتها بس بيحس بالامان، الامان المزيف اللي عمره ما بيستمر. مريض النقص مش بيكرهك، هو بيكره انك بتمثل الحلم اللي هو معرفش يحققه. وجودك قدامه بيفكره قد ايه هو ناقص حاجات، مش بس في حاجة واحدة لكن في احساسه بنفسه. احساسه بنفسه كله منعدم قدامك. الاهم بقى ازاي تتعامل مع المريض بالنقص. اول حاجة ما تدخلش في منافسة معاه ابدا. المقارنة بالنسبة له اكسجين، لو دخلت معاه هتغذي مرضه. ساعتها هيفضل يهاجمك وانت هتفضل تدافع عن نفسك ومفيش نهاية. فالافضل انك تخلص اللعبة دي من اولها. ابتسم واسكت، الصمت هنا اقوى رد. تاني حاجة ما تحاولش تغيره، لان التغيير مش بيجي معاه بالاقناع، بيجي بالوعي. هو مش مستعد يشوف الحقيقة لانه شايفها تهديد. خليه يتعلم من الحياة مش منك. تالت حاجة حط حدود واضحة، ما تخليش سخريته او كلامه المستفز يعدي كأنه عادي. قوله بهدوء الطريقة دي مش مناسبة، او انا ما بحبش النوع ده من الكلام. الناس دي بتختبرك، فلو سكت هيزود معاك الجرعة. رابع حاجة افصل نفسك عنه عاطفيا. ما تاخدش كلامه على قلبك قوي كده. هو مش بيهاجمك لانك غلط، هو بيهاجمك عشان انت صح، عشان نجاحك بيكشف نقصه، ثقتك بتعري ضعفه. بس حاجة تعامل برحمة بس بحذر. هو فعلا موجوع لكنه مؤذي احيانا، فخليك رحيم كإنسان بس احمي نفسك كويس. الحقيقة ان احنا كلنا عندنا نقطة ضعف، كلنا اتكسرنا في مرحلة. الفرق ان في ناس بتتعلم وناس بتتعقد. اللي اتعلم بيبني واللي اتعقد بيهد. مريض النقص مش هيبطل ان هو يقلل من الناس الا لما يواجه نفسه. بس انت ما تستناش ان ده يحصل. دورك ان انت تحافظ على نفسك، ما تنزلش المستوى، ما تخليش طاقته تسرق طاقتك. لانك لما تسكت مش دايما معناه انك ضعيف، احيانا معناه انك نضجت كفاية، انك عارف قيمتك، مش محتاج ان انت تثبتها لحد ابدا. اخر حاجة خليك واثق في نفسك، لان الشخص اللي عنده ثقة حقيقية مش محتاج ان هو يقلل من حد. مريض النقص هو في الحقيقة اللي محتاج شفقة مش كره. احمي طاقتك وسامح وكمل طريقك، لان اللي عنده نور جواه عمره ما بيخاف من ضلمة حد. كانت معكم ملهمة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وقولولي قابلتوا كام حد ناقص في حياتكم.